الكريم افضل في تسريح الشعر، لا السيرم افضل في تسريح الشعر، لا ده زيت الاطفال افضل في التسريح، لا لا لا، في انواع من السيرم لازم تكون نظيفه عشان تبقى خفيفه على الشعر وفي نفس الوقت تدي لمع. طبعا دي كلها حوارات ملهاش اي اساس، ده اولا. ثانيا مفيش حاجه افضل من حاجه، هي الفكره ان مسام الشعر هو الفيصل في القصه دي. كل ما يكون مسام الشعر ضيق بيكون عايز حاجه خفيفه، فبيكون هنا السيرم اللي هو لزج بيروح بعد حوالي ربع ساعه من انك تحطيه، ده افضل في الحاله دي. ولكن في الشعره اللي مسامتها عاليه اللي هي شبه القطن، هنا طبعا غير مناسب اطلاقا. يعني هنا مش السيرم افضل، لا، هنا حاله الشعره هي اللي بتحدد. طيب في ناس تقولك طب بالمرز اللي هو الاصفر اللي هو لازج قوي والدهون بتاعته او دهنيته عاليه جدا، زي برضو اللي هو الكركار والفازلين الحبشي والكلام ده، هنا ده افضل في اللي مسام واسعه، لان هو بيحتاج ترطيب اعلى. تمام، يبقى هنا مفيش حاجه اسمها الكريم افضل، زيت الاطفال افضل، مش عارف ايه افضل، دي كلها حوارات ملهاش اي اساس. لاني بلاحظ كتير في اي بوستس بيبقى فيها حوار ما بين البنات وبتحصل خناقات، وانا نفسي ادخل اقول لهم ايه الكلام اللي مش علمي ده ومش صح ده خالص. فنرجع تاني، كل شعر والحاجة اللي تناسبه. ولو عندك اي سؤال راسليني على الخاص، هكون معاكي فوق.